يا صباح الفل. تعالوا مع بعض كده النهارده نعمل مع بعض الترند اللي طالع اليومين دول. هو كازاندي، وعايزه اقول لكم ان هو سهل قوي ومقاديره بسيطه جدا جدا جدا. يلا بينا بسرعه نخش في تفاصيل وصفتنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه معانا هنجيب كده كسرولة وهنحط فيها 500 ملي من اللبن، يعني بما يعادل كوبايتين. وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة ونص كبيرة من النشا، وهنحط عليهم فانيلا، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض على البارد زي ما انتم شايفين كده معايا بالظبط. وبعدين هنقوم ضايفين عليها صفار بيضة، صفار بيضة بس زي ما انتم شايفين كده معايا. وهنبدأ ان احنا نخلط كل المكونات اللي انتم شايفينها معانا دي بالويسك جامد جدا على البارد من غير ما نرفعهم خالص على النار. كل ده احنا لسه بنشتغل على البارد. هنا هنبدأ ان احنا نرفع الخليط بتاعنا على النار ونقلبه شوية، وبعدين نحط عليه كده معلقة كبيرة من الزبدة، ونبدأ ان احنا نقلب تاني مع بعض لحد ما الخليط يبدأ ان هو يبقى تقيل معانا. مش عايزينه تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزين يبقى سمكه كويس. هنجيب طاسة مقاسها مثلا 24 او 28، وهنحط فيها سكر بودر، او ممكن تحطي سكر عادي مش مشكلة. هنحط السكر البودر زي ما انتم شايفين كده معايا، وهسيبه لحد ما يتكرمل. انا مش هحط ايدي فيه خالص لحد ما ابدا ان هو يتكرمل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اساعده ان هو يكمل كرملته بالظبط زي ما انتم شايفين معايا كده. وكده يعني الخطوة دي بسهولة جدا خلصت معانا. وهنحط عليها نقطة فانيلا، دي طبعا اختياري، اللي حابب يعملها تمام، اللي مش حابب اتس اوكي. هنبدأ ناخد كبشة كده او معلقة كبيرة من المهلبية اللي احنا عملناها او الخليط اللي احنا عملناه، وهنبدأ ان احنا ندوبه كده مع الكراميل اللي احنا عملناه برضو، ونفضل نقلبهم شوية كده شوية كده لحد ما يختلطوا كلهم مع بعض. ودي هتكون القاعدة بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نحط بقية الخليط بتاعنا على الكراميل زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبه بالظبط بالظبط 7 دقايق يبقبق كده لحد ما يتمسك. وهنسيبه بقى يبقى يعني طبعا هنزينه بالطريقه اللي احنا حابينها. فستق بقى، ممكن تحطي بسكويت لوتس، اي حاجه انت بتحبيها حطيها. والتزيين دي حاجه ترجع لكم. في ناس بتزين وفي ناس بتسيبه ساده زي ما هو، ده اتس اوكي، دي حاجه ترجع لكم انتم. كده هنسيبه يبرد شوية تماما لحد ما يبدأ يتماسك. انا سبته بره التلاجة حوالي 3 ساعات لحد ما اتماسك، وحطيته في التلاجة نص ساعة. طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد يعني عايزة اقول لكم ان هو جامد جدا وحلو قوي قوي قوي، بجد لازم تجربوه. سهله ووصفه سريعه قوي وسهله قوي وحلوه قوي، والطعم خرافي بجد. طعم مختلف عن اي حاجه احنا اكلناها. هو تحس ان هو ميكس كده مع حاجات غريبه. طبعا بقى التاتش بتاعكم بقى بيستاشيو على اي حاجه انتوا بتحبوها، وتقدموه بالف هنا وشفا. وبكده نكون خلصنا ترند النهارده وعملنا كاساندي بيه باسهل طريقه. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. كانت معاكم نور الشناوي، ودي قناتي، ودي كانت وصفتنا النهارده والترند بتاعنا النهارده. وبجد حقيقي حقيقي يستاهل ان انت تقومي حالا تعمليه، سهل وسريع وجميل جدا جدا جدا. مع السلامه.